حبايب، شكلكم إن شاء الله تكونون بخير. قصة اليوم الولد اللي انقتل بسبب لعبة روبلوكس. هذا الولد كان مدمن من لعبة روبلوكس، فكان يلعب هو وصديقته لعبة روبلوكس، بس هو كان فاتح المايك. هذا المايك لازم أي واحد لازم عمره كبير حتى يفتحه، فكان ماخذ بطاقة أمه، لأمه كبيرة بالعمر فأخذ بطاقتها. كان يحكي ويا ناس غربة، هو وصديقته ويا ناس غربة حرفيا ما يعرفهم ولا شايفهم. شنو الأخت شافته، من شافته طبعا الأخت ما اكتفت، راحت قالت أمه، وأمه هو نسى ما يسد المايك وهي جاي جلده. طبعا مو تقولون كتلة عادية كل كتلة، بس جلده. فجسمه زارد لأنه شفت صورته بالأخبار، ما أقدر أطلع لكم إياها لأنه ما أدري أحسها مو مريحة لكم. أوكي، الأم راحت قالت الأبو، وأبو هم قاعد جلده، بس ما أقدر أجيلكم أي صوت أو أي صورة من عنده أو أي شي، ما أعرف أنا. طبعا دورت على الصوت ما لقيته، بس لقيت شكله، بس ما راح أراكم شكله لأنه أحس مو زين. أتمنى مرة بس إذا تحذف المايك. أوكي، فهسه المايك مو صار واحد كبير وهذا، لا صار أي أعمار، فالناس جاي تفتح. أوكي، فتحوا كاميرا. طبعا الكاميرا ما يبين بيها وجهك، بس يبين انت جاي تحكي او هيج، يعني مو معك. تفهمون؟ اما الفيديو الاخ اللي بعده راح اقول لكم شلون نفتح الكاميرا. طبعا هاي امن كاميرا، ما تقدرون طبعا بها اي شي من عندكم او اي شي من عندكم. فهاي القصة والله انا صدق خفت من عندها، ان شلون ام تقتل ابنها جلد، ما اعرف. فأتمنى من عندكم إن أنتم ما تفتحون المايك، لازم تستأذنون من ماما ومن بابا أو شي، بعدين لازم تفتحون المايك أو أي شي تردونه. بس والله هاي قصة اليوم، أنتوا قولولي قصصكم على مود أني أحكيها وأنشرها. باي، أحبكم.